اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. طول الوقت كنت بقول ان اكيد طبعا ربنا هو الرزاق، ربنا هو المعين والقادر، بس كل افعالي كانت عكس كده. كنت مؤمنة بالسبب اكتر من المسبب وانا مش واخدة بالي. كنت مؤمنة بسعي وبعقلي وخطتي، وان 1+1=2، ومثبتة قوي بايدي واسناني في التخطيط اللي بخططه وفي اللي عاوزاه يحصل، وارجع واقول هو ليه كل حاجة بايظة. اكتشفت باختصار ان انا مؤمنة بنفسي وبعقلي اكتر من ايماني بربنا، وانا لا اتعدى ذرة في الكون ده كله. الموضوع مش بالسهولة دي. ده عامل بالظبط زي ما تكوني مثلا بتغرقي وماسكة في حبل او قشاية ومش عارفة تنقذي نفسك، وحد بيقولك عشان تنقذي نفسك سيبي القشاية دي. قد ايه هيكون صعب على عقلك انك تتخيلي ان نجاتك انك تسيبي الحبل. فالموضوع محتاج تدريب وتنقية لمعتقداتنا من بدايتها. بس انا بدأت واحدة واحدة ادرب نفسي واسيب الحبل ده فعلا، وازيد ايماني باللي خلق الحبل، اتعلق بالمسبب مش بالسبب. بدأت اتعلم ازاي اطبق قانون السعي زي ما ربنا عاوزه مش زي ما انا عاوزة. وقانون السعي بيتلخص في كام نقطة مهمين جدا. اول حاجة الاستخارة، نستخير في كل حاجة واي حاجة. وشوفي قد ايه دعاء الاستخارة مريح وبيرجعك لوضعك الطبيعي، من موضع المتحكم والمتشبث في كل شيء لموضع التسليم التام لقدرة الله والاعتراف بعجزك. فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب. فأي حاجة تيجي في دماغنا ونفكر فيها، أول حاجة نعملها نقول دعاء الاستخارة. تاني حاجة اني اخد بالأسباب، أبص حواليا واشوف من خلالها، وابدأ اتحرك، اشوف الأسباب اللي ربنا موفرها لي وابدأ اتحرك من خلالها. وبعد ما اتحرك ارميها ورا ظهري. يعني ايه؟ يعني لو انا مثلا نفسي دخلي يزيد وانا قدامي طريقين ممكن من خلالهم دخلي يزيد، اولا اقول دعاء الاستخارة، ثانيا اني ابدأ امشي في اكتر طريق مناسب ليا، ثالثا وده الاهم اني ما استناش من الطريق ده الرزق. انا بسعى بس مش شرط رزقي يجي من الطريق ده، انا بسعى عشان ربنا امرني بالحركة والسعي. انا بسعى ومش هزعل مش هزعل لو الرزق ما جاش من الطريق ده. انا بسعى وانا مستنية الرزق من الرزاق مش من الطريق. فالرزق هيجي ايا كان السبب، بس يكون يقيننا في ان ربنا هو الرزاق مش الطريق هو اللي بيجي من خلاله الرزق. فبسعى فبستخير وباخد بالاسباب وبرمي الاسباب ورا ظهري، مفضلش في حالة انتظار امتى هيجي الرزق من الطريق ده. احنا مش بنعبد الاسباب، احنا بنعبد رب الاسباب. فدايما نخلي قلبنا وعقلنا وبوصلة حياتنا متعلقين بربنا، مش بتفكيرنا، مش بخطتنا. تالت حاجة وهي اليقين التام. نخلي عندنا يقين تام ان سعينا ربنا شايفه، وطول ما انا عندي يقين في ربنا انه مش هيضيع تعبي، ربنا هيردلنا نتيجة تعبنا اضعاف. لان من الاخر هي دي مهمتنا في الدنيا، اننا نفضل نسعى، وطول ما احنا في الطريق نحاول ننظف نوايانا ومعتقداتنا لحد ما نوصل لشكل القلب اللي ربنا بيحبه. وبس كده. اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.